السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. احنا ان شاء الله هنبدا تجهيزات رمضان واحده واحده كده. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل مخلل مشكل وسر قرمشته وازاي يعيش معاكي فتره طويله، وهنقول كل الاسرار اللي تطلع معاكي احلى مخلل مشكل. وهنبدا بسم الله. اول حاجه عندي هنا خليط فلفل اخضر واحمر وقرون شطه خضراء، خيار، جزر، لفت، قرنبيط. وهنفصص القرنبيط كده من بعضه قطع صغيره، وفي حله على النار فيها ميه مغليه هننزل القرنبيط وننقعه فيها 10 دقايق بس، ما نزودش اكتر من كده. احنا عملنا الخطوة دي عشان بتخلص من الغازات اللي في القرنبيط واي ريحة مش كويسة. وبعدين هنطلعه ونصفيه في مصفى ونسيبه براحته شوية لحد ما يصفى من المية اللي موجودة فيه. وبعدين البصل هنزل بيه في مية سخنة عشان تسهل تقشيره. هسيبه بس فيها 10 دقايق كده، وبعدين هقشره كويس واشيل القشر بتاعه، وهنضفه ونغسله كويس جدا. وبعدين احنا هنجيب البصلة الصغيرة، انت بتجيبي اصغر بصلاية في السوق، دي بتبقى كويسة في المخلل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اذكر الله. وهنقطع الخضار بالقطعة دي، لو مش موجودة عندك ممكن تقطعي بسكينة. انا قطعت الخيار قطع كبيرة عشان يستحمل المية. انت هتستخدمي في الوصفة دي الكمية اللي انت تحبيها، يعني الكمية اللي انت عايزاها، مش حاجة معينة. هنقطع الخيار بالشكل ده لحد ما نخلص الكمية كلها. الجزر هو اكتر حاجة بتعيش فترة طويلة في التخليل، فهنكون مقشرينه وغسلينه كويس جدا، وهنقطعه بالقطاعة بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما نخلص الكمية بتاعته كلها. وبعدين هنقطع اللفت قطع كبيرة شوية، وده عشان اللفت والخيار بيستووا بسرعة عن الحاجات التانية، عشان كده هنقطعهم سمك كبير شوية عن باقي المخللات. الفلفل هنكون غسلينه كويس جدا، ونشيل الجزء اللي فوق ده والحب اللي جواه هننضفه كويس، وبعدين نقطعه طرنشات كبيرة بالسكينة. والفلفل عبارة عن خليط من فلفل اخضر واحمر وقرون شطة خضراء. هنسيب قرون الشطة زي ما هي، مش هنعمل فيها اي حاجة، هسيبها سليمة زي ما هي، مش هقطعها. بلاستيكية كبيرة هنغسلها كويس ونضيف فيها كل انواع المخللات على بعض. اول حاجة هنبدأ بالجزر والخيار واللفت والفلفل، وبعدين البصل، وبعدين هنضيف القرنبيط بعد ما صفى ميته كلها. هنقلب خليط المخللات مع بعض كويس جدا، هيبقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. هنفرم شوية بقدونس وكزبرة خضراء، هنفرمهم ناعم وبعدين نضيفهم لخليط المخللات وهنقلبهم في بعض كويس جدا. ودي الهريسة اللي احنا جهزناها، عبارة عن 5 فصوص ثوم، معلقتين ملح، فلفل احمر. انا حطيت فلفل احمر بارد، لو حابة تحطي حامي حطي. وهنضيف عليهم نص كوباية زيت وعصير ليمونتين وشوية حبة البركة وبشر جزرتين. الخليط ده الهريسة دي هنفرمها في الكبة فرم ناعم، وهنضيفها لخليط المخللات ونقلبها في بعض كويس جدا. لو حابة تعجلي بتخليل المخلل هتزودي نص كوباية خل الهريسة، ما تزوديش عن كده عشان الخل بيخلي المخلل يتهري. انما لو عايزاه يقعد فتره طويله ما تحطش خل، انا عشان عايزاه يقعد فتره طويله معايا عشان كده ما ضفتش ليه خل. هنجيب البرطمان ونعقمه كوبايتين ميه مغليين ونحطهم جواه، ونرج البرطمان ونسيبهم دقيقتين وبعدين نفضيه، وده عشان يحافظ على المخلل ويقعد فتره طويله. هنحط المخلل كله في البرطمان ونسيب مسافه فوق، ما نملوش للاخر، بحيث ان احنا لسه هنحط الميه بتاعته. والميه دي اللي هي عباره عن محلول التخليل. هنجيب ميه ونغليها على النار ونسيبها تبرد تماما عشان المخلل يعيش معاكي فتره طويله. وهنضيف ليها الملح، هي العيار بتاعها كل 4 كوبايات ميه عليها 5 معالق ملح. احنا زودنا معلقه ملح عشان تظبط الحدق بتاع المخلل ويعيش معاكي فتره اطول. هنقلبهم كويس لحد ما الملح يدوب معانا.
وبعد ما نتأكد ان الملح ده معانا كويس، هنضيف للمحلول ده معلقتين سكر، وده سر قرمشة المخلل. انا ضفت كمان ليها معلقة كمون حصى، دي بتعطي طعم حلو للمخلل. احنا ضفنا الخضار كله في البرطمان لحد ما اتملى، وبعدين هنضيف له محلول التخليل لحد ما يغطي الخضار، وهنحط بعدين 3 ورقات لورا. اللورا دي عشان تحافظ على المخلل. هنغطي وش البرطمان بكيس تلاجة او ورق استريتش، ونقفل الغطا كويس جدا. وممكن بعد 3 ايام تفتحي عليه عشان تشوفيه، لو محتاج ملح تزوديه، وبعدين تقفلي عليه كويس جدا تاني. انا زي ما قلتلك قبل كده، لو عايزه المخلل ده قبل رمضان وتاكلي منه بسرعه، هتحط خل بيسرع عمليه التخليل. انما لو عايزه تسيبيه لرمضان او تسيبيه فتره اطول من كده، ما تحطيش خل، ده بيقعد معاكي فتره طويله. انا ما ضفتش هنا بنجر ولا اي حاجه عشان تعطي لون الفلفل الاحمر والهريسه اللي عملناها دي بتعطي لون حلو قوي للمخلل، وبتخليه نفس اللي جاهز بره بالظبط، اللي انت بتشتريه من بره. جربيه وان شاء الله هيعجبك وهيطلع معاكي جميل جدا. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.